ناصر المطيري، تفضل يا ناصر. صديق الحنية صراحة. السلام عليكم. عليكم السلام ناصر حبيبي. معك ناصر من قطر، بس أنا عراقي الأصل. والله يا هلا ناصر، كل الهلا. اقول لك ناصر، قطر ها. أي نعم. شنو الاجواء مال كاس العالم؟ فد شي ها. والله هي حلوة، يعني الأجواء جميلة، يعني كأس العالم كان جميل، بس الحين وحشة يعني. يقولون هسه قاعدين على الباب وتقولون انا جويعد وحمل طعنه. صدق. أي والله، أي والله، درب الوزير يعني وحشة كثير، يعني كثير وحشة. اي والله كل الهلا بيك. حبيبي. شنو عندك سؤال؟ شنو؟ طبعا شوف، أنا كنت أبحث كثير، بحث اي. كثير. فإحنا عندنا في قطر يعني الحين بدأ التشيع يعني قوي، يعني التشيع عندنا بشكل مو طبيعي. يعني انا حتى صورت فيديوهات مساجد بدات تنفتح، مسجد يا الامام الصادق في نعيجه ومسيمر والريان، ما شاء الله، يعني تشيء قوي. فكنت ابي يعني متعصب انا، فرحت عند الشيعه، نعم. فسالته سؤال، قلت له انت ليش تصلي على تربه حسينيه وما ادري ايش يعني من هالكلام ده. نعم. فقال لي حبيبي، هو جاوبني جواب يعني علمي، لكن جواب مقنع. جاوبني جواب علمي. قال اولا عندك انه ابن تيميه كان يقول انه الرسول كان لا يصلي الا على طين او تربه. قال زائدا الان تراب. يا هو الافضل، يا هو الافضل التربه او السجاده بعد الماء، يعني أي اطهر بعد الماء؟ قلت له التربه اكيد. فقال يجب ان تستقبل ربك بشيء طاهر. انت مو تسجد على سجاده ما تعرف طاهره ولا لا، بس التراب لا، هو طاهر. فانت لازم تستقبل رب العالمين على شيء طاهر. فهو زين، قال هو حلو. التربه مو اسمها ما. بعدها يعني بديت انه ابحث معاه. استوقفني حديث، وهو. آه، اني تارك فيكم خليفتين. انا هنا أنا شفت انه في كشف زيف، يعني في زيف، يعني اكو في زيف. يعني انا اقول لك ايش، يعني في صحيح البخاري او مسلم انا بحثت اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وذكركم اهل بيتي، ذكركم اهل بيتي. زين، هو قال اني تارك فيكم يعني خليفتين او شيئا مهمين. يعني الاولا عرفناه، الثاني شنو ايش هو؟ هنا يعني عندك قص، في تزييف. يعني اذكرك اهل بيتي منه، يعني انا ابي اعرف الشيء الثاني ايش هو. يعني انا ما اني عارف انه ايش هو. أخونا العزيز ناصر، حقيقة الحديث، حقيقة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت. الجماعة إجوا قالوا إحنا فضائل أهل البيت وفضائل الأئمة نريد نغير بيها، بحيث من إجا معاوية قال لهم أي حديث لعلي فضيلة مثلها خلوا للصحابة. هي مال الفاروق مالت علي، ترى الرسول قال له أنت الفاروق الأعظم وأنت الصديق الأكبر. شمروهن، شمروا على الصحابه، ظلوا يجمعوا على الصحابه. فاجوا الجماعه ظلوا يغيرون، انا مدينه العلم وعلي بابها، سووها وعالي بابها. وعالي بابها. ان الله خلق الملائكه من نور لحيه عمر بن الخطاب، حديث. هذا حديث. منعته اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، سووا اني تارك فيكم خليفتين او اني تارك فيكم كتاب الله وسنتي. ظلوا يغيرون بها. نعم. الصحيح، او الصحيح الثابت المتواتر في كتب السنة والشيعة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت. نعم. وانا اكتشفت شيء اخر. انا شوي بحثت، يعني اتجهت للبحث، ابي اعرف انه ايش الحقيقه، ايش يعني ابي اشوف، اطلع على الشيعه، اشوف شنو وجهه نظرهم. فانا اكتشفت اشياء يعني انا ما كنت مغيب عنها. يعني اكتشفت حديث علي ولي كل مؤمن بعدي. انا ابي اعرف يعني الحين انه الرسول قال انه علي ولي كل مؤمن بعدي. إذا يقصدون النصرة والمحبة، فلديك أبي يعني أخذها بمفهوم، من مفهوم أبي بكر وعمر. أبي بكر وعمر في كتاب البخاري يقولون أنا ولي رسول الله، وعمر يقول أنا ولي أبو بكر ورسول الله. زائدا أحسن. في خطبة وولى أبو بكر عمر نعم. وأصبح عمر ولي من نعم. بعده. وفي خطبة أبي بكر ماذا قال أبي بكر؟ إني قد وليت عليكم، ما قال إني قد خلفت عليكم. شوف زائدا
ناصر، من الساعة أنت تتكلم عندي سوري تشيع بالتليجرام، صعدته خليته يسوي. قال أنا حلقت اليوم على سيد الزهراء بالتليجرام قبل لا أفتح بث، فقال أيد أسولف أنا. قلت له لك المايك إيش قال؟ قال أنا استوقفني حديث الغدير اللي هو شيء يعني. قلت له شلون؟ قال ما من الممكن حر وشمس رسول الله يجمع الصحابة ويرفع يد علي بن أبي طالب والله يدق لهم أحب علي بن أبي طالب. ترى ماكو هيك، مو صح؟ نعم نعم، مو بس كذا يعني. أنا بقول لك شيء. ابن تيمية شاف ما له حل إنه هذا الحديث ما له حل، يعني ما له حل. فإيش قال؟ قال هذا الحديث مكذوب، لين ما يقدر يقول إنه نصرة ومحبة، لين الرسول بين ما يخالف. نعم. بنتنازل معاهم، بنقول بنتنازل معاهم في حديث من كنت مولى هذا فعلي مولى هذا محبة. زين انت عندك المحبة في مبغض علي ومحب علي، يعني كل شيء خاص بعلي محبة وكل شيء خاص بعمر وابو بكر خلافة. يعني انا استوقفني شيء، رحت عند الشيخ تكلمت معاه بخصوص شفت احد بثوثك. انا طبعا يعني كلش جدا احبك يعني. الله يبارك. فشفت احد بثوثك بخصوص الخلافة ابي بكر. دشيت عند الشيخ سألته شيخنا هيك وهيك الكلام، فأجابني قال لي الرسول قال لعائشة انه يكتب كتابا. قلت له زين اوكي يكتب كتابا، هذا الكتاب ليش ما عرض على الصحابة؟ عرض على الصحابة وقال لهم يا بقى ما يفيد، انتم ليش مسوين تجمع وكذا امور؟ يعني هذا خلص كتاب من الرسول بخلافتي ما يحتاج الشورى. أحسنت. اي فانا يعني كثير من الامور انه افكر حلقات انا. حلقات التوحيد والمناظرات اللي عندي في التوحيد ما شفتها؟ لا لا نعم، انا بشوف بعض الامور، وبشوف امور يعني لا انا بدش بها بحوث، يعني عندي بحوث فيها. انا كنت التوحيد، مغيب يعني. التوحيد عنده أن الأخوة جماعة للأسف خليط من دين المسيح ودين اليهود. أصلا يهودي جاءه وعلم النبي يا محمد إن الله يضع السماوات على أصبع والبحار على أصبع، يعني يهودي يعلم النبي العقيدة. هذا في فصل التوحيد في البخاري. حديث الصورة، الله له صورة، وارد وين؟ في كتاب العهد القديم الكتاب المقدس في سفر التثنية، أن الله له صورة جالس على عرشه. طيب القرآن طعن بالكتاب، قال هذا محرف، حرفوه. شلون تاخذ العقيدة من عنده؟ عرش مال الرب عندهم يقذف مني، العرش يذب مني. لماذا؟ يقول على مديح الأنبياء يوم القيامة والخلائق ماء كماء الرجال أو منيا يمنى كمن الرجال. نعم. الرب هو آدم انا سالت احد، وبقاطعك شوي اعتذر. انا سالت دشيت هم حق الشيخ تكلمت معه، طبعا حكم علي بالتكفير. انا الحين دشيت حق الشيخ انه قلت له انه ابي اسالك سؤال. قال ايش هو؟ فقلت له السؤال هو انتم تعبدون، نحن السنه نعبد اسم الله او معنى او صفات الله؟ لم يجبني، ما شفت اجابه واضحه وصريحه. هذا السؤال دشيت حق الشيعة، اي دشيت حق الشيعة، دشيت حق الشيعة، شفت الجواب كان مقنع يعني. الله يبارك فيك. كم متشيع لو بعدك؟ لا انا بعدني ايش منتظر بعد؟ منتظرك. يا اخوان هو عراقي، هو الرجل قال انا عراقي في قطر عايش. نعم. مم. انت وين بالعراق كنت؟ انا كنت في الانبار. في الانبار، والله كل الهلا بيك. يعني بعد خلص عندك استعداد ان تتبرى من الذين ظلموا آل البيت؟ نعم. بعد تقدر كشف حادثة العقبة وكثير من الأمور أنا بحثت فيها. أنا حتى في مسند أحمد بن حنبل من كان من كان في الغار، إلى الآن ما معروف من كان بالغار. زائدا لا يوجد حديث للرسول محمد يقول بأني أنا وأبو بكر كنت في الغار، لا يوجد حديث. بحثت لا يوجد، وين والقرآن وين مجهول. وين وجد؟ السامري كان مع موسى وانقلب على موسى، امر طبيعي. نعم. أنا حتى في حادثة. ابليس كان من المقربين وانقلب ابليس، امر طبيعي. نعم. أنا حتى في حادثة عصمة الأئمة، يعني أنا دشيت حق البحث، يعني دشيت بحث في حق آية التطهير. شفت إنه السياق الآية بيتكلم في بيوتكن، لكن عندما دش عند حق أهل البيت إيش بين بيت، واستخدم مجمع الذكر المذكر، يعني عنك. غير من بيوت، من بيوت إلى بيت. زائدا النبي وضح
وضح من هم أهل البيت. ثالثا بقول لك شيء يعني، نحن بنقول بنقدم يعني نزاع يعني كيف بوصلها بالعراق. أنا طبعا ناسي الكلام العراقي فشوي تحملني يعني، آخذ هيك وهيك. إيه. أي سورة نزلت قبل آية التحريم؟ سورة التحريم أو سورة الأحزاب؟ سورة الأحزاب. نعم. كيف هنا الله يريد أن يطهرن، وكيف هنا الله تنزل فيهن آية التحريم توبة. زائدا؟ لاحظ التناقض يعني اللي عندهم. يعني كيف الله يقول ومن تأتي منكن بفاحشة، كيف تأتي بفاحشة يعني؟ أو أن تتوبا إلى الله فقد قلوبكما. نعم. وبنفس الآية اللي هي آية الأحزاب أو سورة الأحزاب بيقول لهم أنه من تأتن منكم بفاحشة. يعني أو كيف يا نساء بفاحشة كيف؟ النبي لستن كأحد من النساء أن اتقيتن. نعم. أنا حتى شفت أنه في زوجات للرسول قتيلة، وشفت زوجات يعني كان الرسول مطلقن، يعني كيف ذني طاهرات؟ وايد إيش يعني؟ تابع، وايد. هي كثير، هي كثير متابعك. هاي البحوث كلها مار عليها مال قتيلة وآية التطهير والتوحيد ومال الاسم والمعنى ومال هذا موضوع مال أبو بكر. هاي مناظرة مناظرة هاي أعتقد مال أنا شفت مناظرتي. انا شفت لك مقطع مع هذا الرضا، هذا كذاب، هذا طبعا هو سني، هذا اللي حصرته والمنتهي. حشرته باللغه العراقيه، حشرته عندما قال كل النساء في بيت، وانت قلت له لا بيوت. فمن سبحان هذا الله، المقطع حتى انا اليوم السوري، حتى اليوم السوري المتشيع حكاية ذي قال من ضمن هذا الأمور اللي حكيتها من حشرته آية التطهير. هذا المقطع جدا منتشر يعني. الولد حق التصميم بينشروا لك يعني مقاطع منتشره ما شاء الله يعني، في الله اليوتيوب يبارك في فيك. التيك توك. يريدك يلا تتبرى، انت تتبرى يا هم اللي غضبوا السيده الزهراء. واليوم ليالي الزهراء ترى، انا اليوم في مجلس السيده الزهراء عليه السلام. انت بعد يا هم تحس، ما راح اقول لك انا، انت تقول اللهم اني بريء من فلان وفلان وفلان. اللي شوف انا تحس انا والاسلام، اللي شوف. تحس قالوا على النبي يهجر واذوا النبي، يمك بقى. نعم شوف، انا كلهم ببغضهم، لكن اشد شيء ابغضهم هو عمر وعائشه ومعاويه. ذول الاشخاص يعني بعد ما شفت البحث عنهم يعني كرهتهم بشكل. اي. يمك انت تحس اللي مزعجينك، انت تبرى منهم. قول اللهم اني بريء من فلان، اللهم اني بريء من فلان. اللهم اني بريء من عمر بن الخطاب، اللهم اني بريء من عائشه بنت ابي بكر، اللهم اني بريء من معاويه، اللهم اني بريء من ابي بكر، اللهم اني بريء من كل شخص هذا الرسول ولو بكلمه. أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا شكل ولا صورة له، ولا شكل ولا صورة له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معصوم من الدنس، معصوم من الدنس، طاهر مطهر، طاهر مطهر، لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها، لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه من مدلهمات ثيابها. ولم تلبسه من مدلة ما في ثيابها. أشهد أن علي ولي الله، وأشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله حقا حقا. الله يحفظك. وأشهد أن فاطمة حجة الله، وأشهد أن فاطمة حجة الله، وأشهد أن الحسن والحسين حجج الله، وأشهد أن الحسن والحسين حجج الله، وأشهد أن التسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين وأشهد أن التسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين هم حجج الله. هم حجج الله. اللهم إني ولي من والى محمد وآل محمد، اللهم إني والي وناصر من والى آل محمد وآل محمد، وعدوا لمن عاداهم إلى يوم القيامة. وعدو لمن عاداهم إلى يوم القيامة. الله يبارك فيك. الله يعني أنا يبارك بقول لك شيء وبنزل، لأن خاف في ناس طبعا قسما فيك. بالله كنت قبل إنه أتكلم تشييع تزييف، تشييع تزييف بشيوع تزييف ما أعرف كيف، بس الحين أنا صرت من ضمن اللي تشيعوا يعني. سبحان الله الله يعني، يبارك. شوف، شلون قبل تحولت فترة الدنيا. قبل فترة واحد يدخل لي دائما يغلط 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 يغلط. قلت له ليش تغلط؟ براسك كرت على صعب.
صعد قلت له انت ابو من؟ قال انا ابو صقر. قلت له انت شنو محاور عصاب شي؟ ظل يضحك. قلت له انت تحاور في التوحيد؟ قال لي ضيت احاوره ضيت احاوره. المهم الولد ظل يراسلني كذا، الولد تشيع. هسه الولد من المقربين الي ويموت علي لا بعد الحدود. فهو يذكرني يقول لي تتذكر من كنت تدخل واسف علي؟ قال لي شلون كنت عقليتي؟ يقول لي متعجب. معقول انا؟ والله العظيم ابو صقر من لا، الاردن. ومين ما اي يحبك. انا عندي قلت لك في شيعة كثير، يعني عندنا متشيعين، انا كون بقدر بدز لك فيديو. عندنا انت متشيعين، يعني في حسينيه، هم يسموها حسينيه وهي حسينيه بشكل عام. آه، يعني والله العظيم انه حتى في الشارع واقفين، يعني الحسينيه ممتلئه للاخر، ممتلئه، فالناس في الشارع واقفين انه يبون يسمعون. وبعد قالت مولاتي زينب عليه السلام: لما تجزع يا زين العابدين يا ابن أخي؟ إن أبيك الحسين قد بلغني إن هذا ميثاق. الإمام زين العابدين يدري، بس يريد يوصلها إلي وإلك، إياك أعني. بعد روحي ناصر حبيبي، تابعتك أنا وشو تحتاج بخدمتك ناصر. نعم، انا طبعا دائما اراسلك ودائما ابي اصعد معاك، بس ومره انا صعدت معاك، بس دشيت معاك حوار يمكن انت ما تتذكرني، لكن عندما كنت جاهل شوي يعني ما كنت اعرف، بس الحين لا يعني. فما متجاوز واذا حدود. لا انا ما عندي يعني هذا الطبيعه. وبخصوص الفيديوهات اذا تبي يعني خاف السنه اللي عم يتابعوا، اي السنه اللي عم يتابعوا يقولون ماك في شيعه في قطر، انا الحين بطرش لك الفيديوهات، واذا تبي تصورهم في جهازك. تمام تمام يا روح حبيبي. انا حياك الحين الله.